اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا مساء الفل عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه جلاش بالمكسرات، لكن حكايه. هقولك ازاي تعملي صينيه الجلاش وتطلع معاكي مورقه كريسبي من بره طريه من جوه، الحشو بتاعها ثابت والشربات بتاعها مظبوط، وكمان مش هتدهني بين الطبقات وتطلع معاكي مورقه. تعالوا كده نسمي الله ونشوف صينيه الجلاش المورقه الجميله دي هنعملها ازاي. اول حاجه هنعمل الشربات بتاع الجلاش بيبقى تقيل. كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، ونقلب على البارد ندوب السكر، وبعد كده نحطه على النار لمده 7 دقايق، وبعد كده نحط نص ليمونه يغلي غلوتين ونعينه في التلاجة. جبت اللفه بتاعه الجلاش وبعين ورقتين بطول الجلاش، ورقتين اتنين، وبعد كده بمسك بقيه اللفه بغطيها على طول علشان الجلاش بينشف من الهواء. بمسك بقيه اللفه وبقسمها بالنص كده بسكينه. بعد ما قسمت الجلاش كده بغطيه على طول، كل نص لوحده اغطيه علشان ما ينشفش. وكده انا جهزت الورق بتاع الجلاش. جبت المكسرات، اي نوع مكسرات انت بتحبيه. انا هنا حاطه زبيب، جوز هند، بندق، عين الجمل، اللي انت بتحبيه. بحط عليه 3 معالق كده كبار من الشربات اللي انا عملته بتاع الجلاش، وبقلبه. هو ده اللي بيخلي الحشو يبقى ثابت على الجلاش وما يقعش منه. بعد ما جهزت الحشو جبت الصينيه اللي انا هعمل فيها الجلاش وبدهنها بالسمنه. بحط بس معلقه سمنه كده محترمه في الاول، وبعد كده بجيب النص الاولاني اللي انا قسمته من الجلاش وبرصه في الصينيه زي ما هو كده، من غير ما بتحطي سمنه بين الطبقات ولا اي حاجه، بس بتوزعيه كويس في الصينيه. يعني تحطي 3 من الجنب ده و3 من الجنب ده، يبقوا المهم الجنبين يبقوا قد بعض، علشان لما تيجي تمسكي الخرطه تبقى الخرطه كلها كده سمك واحد. بعد كده بحط الحشو ده، المعلقتين الشربات اللي احنا حطيناهم هم دول اللي بيخلوا الحشو يبقى ثابت على الجلاش. بعد كده برشش بس كده معلقه من السمنه علشان بيديها كده طعم حلو وانت بتاكلي الجلاش. وبعد كده بجيب النص التاني وبرصه برضو زي ما عملت تحت بالظبط، 3 الناحيه دي 3 الناحيه دي، 2 الناحيه دي 2 الناحيه دي. المهم ان انت تظبطي ايديكي وانت بترصي ورق الجلاش علشان تطلع الصينيه كلها سمك واحد. بصوا مفيش اسهل من كده، ولا حطينا سمنه بين الطبقات ولا اي حاجه. احنا هنحط السمنه مره واحده بس، وهيطلع معاكي الله اكبر مورق وجميل. وكمان بتعمليها في اقل من 5 دقايق تكون جاهزه معاكي. اي ورق زياده احنا ما بنقطعهوش. انا بدخل اي ورق زياده بدخله بتنيه لجوه زي ما انت شايفه كده، يعني الورقه بقوم تنياها لجوه وبظبط الصينيه بتاعتي. بعد كده بقطعها زي ما انت حابه، سمبوكسات، مربعات، مستطيلات، اللي انت بتحبيه. انا بقطعها كده مربعات، وبعد كده بقت جاهزه معايا صينيه الجلاش، ما اخدتش وقت مننا خالص. انا حطاها كوبايه من السمنه على النار تسخن. لازم تكون السمنه بتاعتنا تكون سخنه كده. السمنه بعد ما سخنتها كويس جدا حطيت عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر، ودوبت البيكنج باودر، لازم البيكنج باودر يدوب تماما. بعد كده باخد السمنه وبحطها على وش الجلاش، بوزع السمنه كده كويس علشان تنزل في كل حته كده في الجلاش. وبعد كده بسيبها لمده 10 دقايق قبل ما ادخلها الفرن. سيبيها لمده 10 دقايق، وبسويها كده في المعلقه من الاطراف كده، اساوي كده بالمعلقه. وكده صينيه الجلاش بقت جاهزه معايا. تطلع معاكي مورقه، تطلع معاكي سهله جدا، ما دهناش بين الطبقات ولا اي حاجه. في اقل من 5 دقايق كانت صينيه الجلاش جاهزه معايا. بدخلها الفرن في الرف الوسطاني على درجه حراره 200. هي بتقعد نص ساعه وتكون جاهزه معايا. وكده صينيه الجلاش بعد ما طلعت من الفرن بسقيها على طول بالشربات الساقع. الجلاش بيكون سخن والشربات ساقع، وبغطيها لمدة 10 دقايق كده بالفوطة، وبعد كده بقطعها. شايفين اللهم بارك الخرطة بخرطتها مورقة ازاي؟ بصي التوريقة، توريقة باينة من القطعة، جميلة اللهم بارك. احلى صينية جلاش هتعمليها في اقل من 5 دقايق وتطلع معاكي خطيرة كده. الحشو بتاعها ثابت، شوفي اللون بتاع القاع بتاعها ذهبي وجميل. وكمان اسمعي صوت بقى القرمشة، حاجة كده فاخر من الآخر، كريسبي من بره طرية من جوه، الشربات بتاعها مظبوط. جربي صينية الجلاش بالطريقة ديت وتطلع معاكي مورقة والشربات بتاعها مظبوط وهي زي السكر. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس اللي تحت.